السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ يا رب جميعا ان شاء الله تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. النهارده بقى كده الجواب باين من عنوانه، هناكل سمك. السمك طبعا من الاكلات الحلوة جدا بالنسبة لي، انا بحبها جدا جدا برغم ان عندي البيت كله، يعني انا وجوزي بس اللي بناكل سمك في البيت. يعني الولاد دايما مختلفين في موضوع السمك ده، فانا لما بحب اكل سمك بصراحة يا اما باكله انا وجوزي يا اما باجي اكله هنا عند امي. فالنهارده بقى كده هنعمل مع بعض سمك بصلصة، وهنعمل سمك بولتي مقلي ناشف، وجنبه كده بتنجان. هنعمله كده بطريقة حلوة، البتنجان مش هيخليه يشرب معاكي زيت خالص. وهنعمل جنبه رز صيادية. يعني اكل النهاردة سهل جدا كده بالنسبة لي. انا بحب السمك، يعني اليوم اللي بيبقى فيه سمك بيبقى بالنسبة لي المطبخ سهل. معرفش، في ناس بحس ان هما بيتضايقوا من دخول المطبخ في يوم السمك، لكن لا، انا بالنسبة لي يوم السمك ده يوم عالمي، يعني بحبه جدا. احس ان السمك كده من الحاجات اللي هي يعني معرفش، بحس ان هي سهله. يعني انا بحس ان السمك ده سهل بالنسبه لي، سهل. اهم حاجه ان انت تكوني السمك بتاعك منضفاه كويس جدا، وتتبيلات السمك بقى طبعا لا تعد ولا تحصى، يعني كتير جدا. تتبيلات كتير جدا جدا، يعني انا مره كده هعمل لكم كذا تتبيله كده واعملها لكم في فيديو واحد ان شاء الله. شوفوا بقى تتبيلات السمك. ده كان منظر سفرتنا كده النهارده، حاجه كده بسيطه. ويلا بينا بقى نشوف مع بعض كده طريقه التحضير، ونشوف الاكل بتاعنا. ماما بقى كده بعد ما نضفنا السمك احنا بنجيبه من المحل متقصقص ومتنضف جاهز، اللي هو يعني متشال منه الترتر بتاعه والقلب بتاعه، بس احنا طبعا بنمسكه. نفتح بطنه بقى، يعني هو بيبقى بطنه مفتوحة بس احنا بقى بنمسكه، نحك السلسلة بتاعته ونعيد عليه كويس جدا جدا، ونشوف لو في ترتر تاني بمقص كده او بسكينة بنبتدي ان احنا نشيله، وبنخليه بقى كده لو في حاجة عايزة تقصقص تاني بنقصقص. تمام. وبنغسله غسله واتنين وتلاته. روح السمك الليمون، اهم حاجه ان انت تغسلي السمك بالليمون. بصوا يا جماعه، الناس اللي مبدئيا كده فهموها مني والله العظيم بجد، يعني بعد تجربه وحاجات كتير. الخل بيخلي السمكه مش حلوه مزفره. وكمان الخل وحش في الطيور، يعني الليمون هو روح السمك. في اسماك ممكن نحط لها خل زي الاسماك المجمده، يعني ممكن زي الشخوره والحاجات دي، ممكن نحط معلقتين ثلاثه من الخل. فاهم حاجه في السمك زي ما قلت لكم يا جماعه، الليمون روح السمك. عصري بقى ليمون وسيبيه في تتبيله الليمون دي لحد ما ينزل زفرته، واشطفي بقى تحت الحنفيه مره واتنين وتلاته. وزي ما شفتوا كده ماما رصها لكم رصه كده عظمه. بصوا بقى هنا في الهون هندق ايه، هندق كده شويه توم حلوين محترمين، مع كام قرن فلفل، شويه شطه وشويه كمون، شويه فلفل اسود، وهندق الكلام ده كله بالهون. حلو جدا، نخليه كده ناعم. تمام. يعني زي ما انتم شايفين كده التتبيله بتاعتنا سهله جدا وما فيهاش اي حاجه. في تتبيلات كتير قوي للسمك، وفي حاجات كتير للسمك انت ممكن تعملها، لكن احنا النهارده عاملين ابسط تتبيله للسمك، اللي هي توم، فلفل اخضر، وكمان ممكن تحطي فلفل احمر، كمون وشطه، وشويه فلفل اسود كده بيدوا طعم حلو. بصوا بقى البتنجان بتاعك علشان ما يشربش ايه منك زيت، بتعفري في الدقيق بيبقى بجد تحفه وبيطلع حلو قوي، والكفر ده بيبقى مقرمش كده وحلو. نعمل ايه بقى، نمسك كده البتنجان بتاعنا نخرطه، ونقوم جايين حاطينه في مصفى كده نشطفه ونحطه في مصفى ونرش عليه شويه ملح، ننزل ميته وتعوزي في الدقيق تعفري. هنا معانا كده كام فص من التوم، حوالي كده نص راس توم، خرطناهم كده بالسكينه تخريط يدوي كده. وهنا معانا بصلايه كده حلوه كبيره، علشان نعمل اللهم صل على النبي، نعمل الرز الصياديه. الرز الصياديه. بس كده بنقلي بقى بتنجان، وبنعمل هنا البصلة بتاعة الرز الصيادية. وهنا بعد ما التوم بتاعنا اتشوح كده وخد لون كده مصفر حلو، نزلنا عليه بحوالي نص كيلو طماطم كده مضروبة في الخلاط وصفيناها، دي علشان نعمل صلصة السمك. تمام. يبقى هنحمر كده التوم بتاعنا، هنشوحه كده في شوية زيت، وهنخليه ان هو يا دوبك بس كده يصفر معانا التوم او تشمي ريحته يا دوب. هنحط ايه بقى التوابل بتاعتنا، ما بنحطش كمون خالص في صلصه السمك. ملح وفلفل اسود، احنا بقى كده اسكندرانيه بقى بنعمله كده. اللي عايز بقى يعمل حاجه غير كده ويحط كمون براحته، احنا ما بنحطش، هو ملح وفلفل اسود بس. هنا بقى البصلايه بتاعتنا لما بتوصل للون ده كده، شايفين اللون ده كده، هنغمق كمان سنه عن اللون ده عشان يطلع معاكي الرز بني كده وحلو. اهو بقى كده شايفين الدرجه دي، الدرجه دي كده، وخلي بالك مش هيمرر ولا اي حاجه، مش هيبقى مره، ما تخافوش. هننزل عليه بقى بالميه، ونقوم جايين حاطين شويه فلفل اسود والملح. ما بنحطش برضو اكتر من كده في الرز الصياديه، ملح وفلفل اسود. ما بنحطش كمون، برضو ارجع واغنيها تاني واقول لك ما بنحطش كمون.
في ناس بشوفهم بيحطوا كمون وكزبره وحاجات، في كتير حاجات. لكن احنا اساس الاسكندرانيه اللي بيعملوا السمك بيعملوه كده، اللي بيعملوه قصدي رز الصياديه بيعملوه ملح وفلفل اسود بس. لكن في حاجات كتير، وممكن اعمل لك رز بشبت واعمل لك حاجات كتير قوي، بس ده رز صياديه اللي هو اللي احنا اتعودنا عليه، بتاع جدتي وجدتك بقى وامي وامك والكلام ده. معايا بقى السمك كده. اول حاجه هقلي السمك اللي هو هعمله في وجي اللي هحطه في الصلصه، لان السمك ابو صلصه احنا مش بنحشي قلبه، احنا بنسيب بطنه كده مفتوح يعني فاضيه، لان مش بنحشي توم. احنا بنستكفى بالثوم اللي موجود في الصلصه، اللي هو الكام فص الاولانيين دول اللي هو خدناهم في الاول. بصوا كده بطنه شايفين فاضيه، ما فيهاش اي حشوه ولا اي حاجه اهو، شايفين زي الفل كده من جوه، ما فيهوش اي حشوه ولا اي حاجه. بتبله كده وعفره مديه بره وجوه، واقوم جايه واخداه بقى اقليه. هقليه طبعا هو في الاول في الزيت، علشان الزيت بتاعي ما يشمش كده توم. وبعد كده هقلي بقى الشويه اللي هم هحشيهم من جوه توم، اللي انا دقاه اللي هو التتبيله اللي شفتوها معايا. هقلي بقى السمك اللي هو هحطه في الصلصه ده، وبعد كده اقوم جايه بقى عامله اللي هو بالثوم. اللي بالثوم طبعا انا هنا حشيته ثوم وقليت على طول. طبعا هوب دريب لقينا نفسنا كده على ترابيزه السفره. ازاي؟ مش عارفين، مش فاهمين. يعني هو احنا كل اللي احنا عملناه بعد ما قلينا السمك اللي هو اللي حطينا عليه الصلصه، احنا قليناه وكبينا عليه الصلصه بتاعته، وحطينا شويه بتنجان برضو في الصلصه وكم قرن فلفل. اما السمك اللي هو اللي حشينا قلبه قليناه بس كده، يعني حاجه يعني مش صعبه طبعا. وقال لنا بقى شويه البتنجان كده، جربي اقري البتنجان كده عفاريه بالدقيق حلو قوي، وكمان بيبقى مش شارب زيت خالص خالص نهائيا، ولا حتى لو ما طلعتوش على مناديل او على مصفى، لا بجد حلو ومش شارب زيت. والرز الصياديه، وكان في سلطه على ما اظن، بس مش عارفه ماما ما جابتهاش، ما لحقتش اصورها ولا ايه. فالنهارده كان الاكل حلو قوي. طبعا السمك زي ما قلت لكم في تتبيلات كتير لا تعد ولا تحصى للسمك. يعني بالنسبه للسمك في تتبيلات كتير جدا، ممكن تحشي من جوه مع التتبيله شبت وتحطي كزبره خضراء. ممكن تعملي تتبيله كده اللي هي التتبيله الخضراء. حاجات كتير قوي للسمك لا تعد ولا تحصى. يعني السمك بالذات فنني بقى واخترعي فيه، بس احنا النهارده لا مفننين ولا مخترعين، احنا عاملين اكلة سمك عادية خالص. سمك ابو صلصة بالثومة كده وشوية الصلصة كده، ونحط معاه شوية بتنجان ونكبها كده على السمك. اول ما يطلع من النار السمك يبقى سخن كده، تنزلي عليه بالصلصة، يا سلام يا سلام. والسمك ابو صلصة ده بالذات مزاج بقى عندنا، لما يبات بيحلو يحلو زي البامية كده. البامية يقولك عليها لما تبات تحلو اكتر واكتر. احنا برضو عندنا سمك ابو صلصة كده. يا رب الفيديو ان شاء الله يعجبكم، ما تنسونيش بقى في لايك وشير وسبسكرايب للقناة. لو اول مرة تشوفيني فعلي زر الجرس علشان يوصلك كل حاجة جديدة انا بنزلها. بشكركم جدا جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.